لما الحب يتحول لقيد بيختنق. لو انت متجوز جديد او فات على جوازك كتير، تابعنا لاخر الحلقة علشان في تمرين عملي هتعمله انت وزوجتك هيجدد من الطاقة والمشاعر الايجابية اللي بينكم. في ناس بتفتكر ان الجواز يعني تمحي نفسك او انك تمشي على هواه وتتحولي لنسخة تناسبه، بس الحقيقة الحب الحقيقي مش امتلاك ولا التعلق اللي يخنق. الحب هو مساحة تطير فيها وانت مطمن ان اللي يحبك مش هيقص جناحاتك. صاحبتنا كانت بتقول انت مش بتكلمني ليه ساكت؟ وصاحبنا كان بيقول بكل هدوء انا مش ساكت، انا محتاج اكون مع نفسي شوية. بس هي كانت بتفتكر ان المسافة دي بعد وان السكوت ده برود. هو كان محتاج يراجع نفسه، يرتاح، يشحن طاقته، وهي كانت محتاجة تطمن، تحس بالأمان. ساعات الجواز بيتحول لساحة صراع، مين بيحب أكتر، مين بيهتم أكتر، مين بيبص لمين الأول. بس لو نسينا المساحة هنخسر كل حاجة. قيمة الحرية جوه العلاقة مش معناها اني اعيش كأني سنجل، ولا اني اهرب من البيت واقول انا مضغوط، لكن معناها ان كل طرف يدور على نفسه من غير ما يضيع التاني. وقيمة المساحة هي انك تسيب اللي قدامك يتنفس، يكون عنده وقته، فكرته، كتابه، صحابه، سكوته، من غير ما يحس انه بيبعد عنك. لو وصلت للخطوة دي معايا فده وقت التدريب العملي. اسأل شريكك النهاردة ايه اكتر حاجة بتحس انها بتديك راحتك النفسية وبتحب انك تعملها لوحدك، واسمع من غير ما تحكم عليه ومن غير ما تقطعه. ادوا بعض وقت فردي اسبوعي حتى لو ساعة، كل واحد يعيش لحظة مع نفسه ويرجع للتاني وهو مشحون. اتفقوا على كلمة سر بسيطة تقولوها لما تحتاج مساحة، زي انا عايز اروق دماغي شوية، بدل ما الحوار يتحول لخناقة ملهاش لازمة. الحب اللي ما فيهوش حرية هيتحول لسجن، واللي ما فيهوش مساحة هيتحول لاختناق. ادي اللي بتحبه جناحات وشوفه هو بيطير جنبك مش بعيد عنك. نتقابل الحلقة الجاية.